أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله لبرنامج المربط، برنامج أسبوعي يجدد مع ضيف آخر، وكذلك أيضا تواصلنا لهذا البرنامج وأيضا نجاحات وتطورات التي نشاهدها، واستمتعنا حقيقة من هذه الأجواء الخيول العربية الأصيلة لمربط الجوهرة ناصر زيد السعيد. مشاهدينا الكرام خلكم معنا. السيد ناصر زيد السعيد صاحب ومالك مربط الجوهرة في دولة الكويت. أسس السيد ناصر السعيد مربط الجوهرة في سنة 2013 بمساعدة ودعم وتوجيه والده السيد زيد السعيد. في هذه الهواية الجميلة قام بشراء عدة أفراس من ملاك مرابط الخيل بالكويت، وبعد زيارات كثيرة للمرابط الكبيرة في دولة الكويت واختيار الأفراس بطريقة مناسبة لتكون قاعدة وركيزة أساسية للمربط، كانت هذه البداية لمربط الجوهرة ب4 أفراس من الخيل العربية الأصيلة. حياكم الله هذه الساعة المباركة في مربطكم مربط الجوهرة. طبعا بدايتنا بالخيل كانت فكرة بسيطة، كنا نبي نضيف شيء معين إلى المزرعة، فاخترنا أن نضيف شيء اللي هو الخيل. حضرنا شو، حضرنا المزادات، فاخترنا خيل معينة ضفناه على المزرعة. بعدها كبرت الفكرة، حبينا الفكرة وحبينا الخيل وحبينا هواية الخيل وحبينا تربية الخيل، فأنشأنا مربط وسميناه مربط الجوهرة. ردينا مرة ثانية دشينا مزادات ودشينا الشو مع استشارات كبار مربيين في الخيل، وللأمانة ما قصروا ويانا في شراء الخيل أو الخيل المعين. للأمانة ما قصروا ويانا في جميع الاستشارات والفرص. طبعا بعد الاستشارة قمنا باختيار الخط المصري ذات الدماء المصرية. شرينا اللي هو الفحل المصري، طبعا شرينا أفضل لفحل، وقمنا بتشبية الأفراس اللي عندنا. تم شرائها من قبل المزادات ومن استشارة مربين الخيل الله يعطيهم العافية. فالحمد لله تم إنتاج عدد من الفلاوة والأمهر. قمنا نميز، قمنا نركب. طبعا تم استضافة دكتور إلى المربط، طرح لنا الدكتور كفكرة إنشاء عيادة للخيل، عيادة مصغرة، لكن نتمنى أن احنا نتطور فيها. بعد ما أنشأنا العيادة الدكتور قام باستضافة دكتور من الأرجنتين، وقمنا باستضافة دكتور من ألمانيا لاستشارتهم بفكرة اللي هي الإنتاج شيء جديد، فكرة جديدة. للأمانة ما قصروا ويانا. اليوم احنا عندنا إنتاج كويتي. في ناس قاعدة تسأل ليش ما قاعد تشاركون في بطولات الكويت، ما تشاركون برا. احنا ما نقدر نشارك بشيء احنا شارينه، احنا نبي نشارك بشيء احنا منتجينه، فتكون
يكون الفوز مو لي أنا بس ولا للمربط، يكون الفوز لي وللكويت نفسها. هذا إنتاج كويتي، لكن أنا اليوم أنتج من عندي، وإذا باكر إنتاجي طلع برا يدرون أن هذا إنتاج كويتي، مو بس إنتاج مربط الجوهرة، هذا إنتاج كويتي. طبعا الخطة الإنتاجية هي شراء أفراس ذات قوائم سليمة، ويتم اختيار أفحل ذات رؤوس جميلة وقوام جميل، يتم تشبيتها مع الأفراس، ويتم إنتاج اللي هي الأفلاو أو الأمهر. احنا مركزين على الموضوع هذا لأن نبي نطلع مو بس بالكويت، نبي نطلع برا الكويت. هذا شيء للكويت نفسها والمربط الجوهرة، يعني نبي نشارك مشاركة كاملة، نبي نشارك مشاركة في إنتاج محلي واسم الكويت يكون برا. طبعا المنافسة بالكويت منافسة شرسة، وأنا حاب هذا الموضوع للأمانة. هذا شيء يشجعنا على إنتاج شيء طيب، وأنا بالعكس الله يوفق جميع المربين في الكويت. ودنا كلنا نطلع بصورة في إنتاجنا وفي مشاركتنا في البطولات محلية أو دولية. بالعكس يعني احنا بدون استشاراتهم، بدون معرفتهم، والفضل بعد الله للوالد على دعم الوالد للمربط. للأمانة الوالد ما قصر ويانا في دعم مادي ومعنوي للأمانة، فاحنا حابين نرد له الجميل في بطولات أو في إنتاج. احنا ما همنا الكاس، احنا همنا الإنتاج، همنا الفرحة بس. احنا ما همنا لا كاس ولا همنا ميدالية، احنا همنا إنتاجنا يكون طيب ونشرف الوالد في مشاركتنا في البطولات. والله يوفقنا إن شاء الله، يوفق الجميع. للأمانة يعني كل ما أسمع من المربط الفلاني أو المربط الفلاني أنتج شيء جميل، للأمانة أفرح. وبالعكس هذا شيء بالنسبة لي منافسة لي بنفسي، إني أنا لازم أنتج شيء يوافق أو يوصل إلى إنتاجه. طبعا بداية مربطنا وفي منتصف مربطنا كل موضوعنا اللي هو موضوع برنامج الإنتاج، نبي نوصل في إنتاج اللي هو اختيار شكل الفرس أو اختيار شكل المهر مستقبلا. مهما نتعرف على الخيل أو مهما ناخذ خلفية عنه، الخيل بحر أو كتاب مفتوح في كثير من التفاصيل. في النهاية هذه موهبة وتربية ومنافسة. طبعا من ذوقيات مربين الخيل، كل شخص أو كل مربي يختلف في إنتاجه. في ناس تهتم في الرأس والرقبة، في ناس تهتم في قوائم الجسم، ما تهمها الرأس والرقبة. طبعا هذه ذوقيات واختلافات. اليوم عندنا مربين خيل، كل مربي خيل قاعد يهتم له في إنتاج شيء معين في الخيل. في أشخاص قاعدين يهتمون في الرأس والرقبة، في ناس قاعدين يهتمون في الجسم القوام نفسه. طبعا مربط الجوهرة يهتم بشكل الخيل كشكل عام متكامل، من رأس ورقبة وجسم. في ناس تهتم في التفاصيل كثيرة، وفي ناس تهتم في أشياء معينة. فكل شخص يهتم بهالأمور ينتج على الشيء
اللي هو أو الفكرة اللي في باله. فكرة مربط الجوهرة تهتم في إنتاج شيء متكامل. نهتم في تفاصيل الرأس مثل بوز الخيل، حبة عين الخيل، عرض الجبهة نفسها، تغارب الأذنين. نهتم في قوائمها الجسمية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا السنة هذه بإنتاج طيب، والإنتاج اللي احنا نطمع له. الإنتاج كان جميع التفاصيل اللي كانت في بالنا الله وفقنا في إنتاجها. نطمح بإنتاج أفضل، ونطمح السنة الجاية في المشاركة إن شاء الله في البطولات. والله يوفق جميع المنتجين في الكويت، والله يوفق جميع المربين. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا في إنتاج السنة هذه، في إنتاج طيب وإنتاج إحنا نطمع له. راح نشارك في البطولات الجاية. راح نشوف إنتاجنا إن شاء الله كبداية في إنتاج، كبداية في مشاركة. نبي نقيم الإنتاج نفسه، نحن ناس يعني كبداية جديدة علينا. طبعا الشيء الجميل في مربين الخيل حرصهم على الزيارة الدورية سواء أسبوعية أو شهرية، ويضيفون عليك الانتقادات البناءة، ويضيفون عليك التوجيه، تستفيد منهم في التوجيه في الاستشارات. ودائما يحرصون على شغلات ممكن أنت ما تنتبه لها، فهم ينبهونك عليها، يشجعونك. أنا أحب التشجيع اللي يوصل منهم، وأحب انتقاداتهم. طبعا انتقادات بناءة، مو انتقادات اللي هي في موضوع التحبيط أو ما التحبيط. بالعكس هم يجون يشجعونك عشان أنت مستقبلا تنافسهم. بالنهاية كلنا واحد، بالنهاية أتشرف فيهم من استشاراتهم، من انتقاداتهم. شيء جميل أنه يعني تحدث فيه زيارات أسبوعية، لأنك تفتقد أشياء كثيرة. لازم ترد تسمع منهم أمور كثيرة تستفيد منهم، خاصة مربين القدامى مرت عليهم تجارب كثيرة، مرت عليهم أخطاء عدلوها. فهم في وقت زيارتهم ما ودهم انك تطيح في الخطأ، وما ودهم انك توقف في مكان معين ان انت ما تتطور. ودهم يعلمونك الاخطاء اللي هم كانوا فيها عشان انت تتخطاها وتتطور اسرع وتتطور اكثر، من ناحية الانتاج، من ناحية امور كثيرة، من ناحية انتاج، من ناحية فكرة معينة. ممكن انت اليوم لما هم يساعدونك ويطورونك، ممكن انت تستفيد من شيء، انت راح ترد التطور هذا عليهم بشيء مفيد للأمانة. حصلت كثير بين المرابط. يوجد مرابط، أبي أتكلم عن أن في مرابط موجودة في الكويت ما قاعدين يتعاملون مع الدكتور، ما قاعدين يتعاملون مع شخص معين يقوم بزيارة دورية على الخيل عندهم. فأنا أنصح في تحضير، أو أنصح في اهتمام أنه يكون يوجد دكتور في المربط بشكل مو أسبوعي، أنا أفضل بشكل يومي. لأن عندك أنت الأجواء متقلبة في الكويت، فلازم أنك يعني تتابع مع الخيل. طبعا تغذية الخيل تكون مختلفة
من فرس إلى خيل أو ما شابه. الفرس اللاقح له تغذية، الخيل المريض له تغذية، الخيل اللي يكون تحت التدريب له تغذية. في الصيف لهم جدول معين في التغذية، وفي الشتاء لهم جدول معين في التغذية. طبعا أهم شيء في الخيل اللي هو الماء. فالوالد ضاف أو اقترح علينا موضوع تبريد الماء اللي قاعد يوصل الخيل، فاقترح علينا اقتراح وعملنا عليه. للأمانة اقتراح في مكانه، فكرة طيبة من الوالد، ما قصر ويانا. الوالد يعني دعمنا في جميع النواحي، فالحمد لله في تغذية الخيل وطريقة تقديم الأغذية للخيل لها جدول معين ولها فكرة معينة. أنا بالنسبة لي ضفت على الخيل تبريد، لأن اليوم حرارتنا غير عن حرارة المئات السنوات اللي طافت، فلازم تهتم بالخيل من البداية إلى النهاية عشان يعطيك إنتاج طيب، عشان يعطيك شكل طيب، عشان يعطيك صحة طيبة. طبعا اقتراح الفكرة أو الفكرة نفسها من الوالد هي طريقة تبريد الماء اللي يوصل للخيل. فطريقة التبريد غير مكلفة. اكتشفنا بعد طريقة التبريد أن الماء الفاتر اللي قاعد يوصل للخيل عن طريق شيء غير مكلف بسيط جدا قاعد يقلل من حدوث مرض المغص. ومرض المغص منتشر بكثرة للأمانة، وبعض المرات يوصل المرض هذا إلى نهاية مطاف الخيل. ففكرة التبريد جدا بسيطة، هي كومبريسر يدور فيه الماء ويبرده تقريبا برودة فاترة للخيل تكون مناسبة للخيل. اكتشفنا بعد انها قاعدة تقلل من حدوث المغص، والمغص هذا شيء منتشر، فاستفدنا من الفكرة. الله يعطيه العافية. هم هذا أنا أسميه ترى دعم وتشجيع، أنا مهتم بالموضوع هذا. مساكم الله بالخير. أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، والنهاردة أعرفكم بنفسي الدكتور محمد فوزي من داخل مربط الجوهرة. نرحب فيكم. وكنا بنتكلم على
الاهتمام بالحالة الصحية للخيل ورعاية الخيل، وازاي ان احنا نعمل متابعة دورية للخيل بالنسبة للأفراس الكبيرة، الأمهات والحوامل والمواليد الصغيرين، وكمان نهتم بالفحول بتاعتنا اللي مسؤولة عن الشبوة في المكان. في حلقتنا بتاعت اليوم أنا أحب أتكلم عن بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا يوميا بالنسبة للخيل، وخصوصا في فصل الصيف اللي احنا موجودين فيه أو في التوقيت ده بالظبط من العام. بالنسبة للجزئية اللي أنا هتكلم فيها النهاردة وهي تخص الأمراض الباطنية، ودي من أشهر أمراض اللي بتواجه الخيل وبتأثر عليه بدرجة كبيرة، ولازم إن احنا يكون عندنا وعي بيها، بالأسباب بتاعتها، بالأعراض بتاعتها، بإيه أنواع العلاج وإزاي إن احنا نتفاداها. الأمراض الباطنية تنقسم لأمراض كتير ممكن تخص الجهاز الهضمي بالتحديد، اللي هو بيشمل الأمعاء ويشمل يشمل الأمعاء ويشمل المعدة، أو إنها تتعلق بالكلى أو الكبد أو أسباب كتيرة. طبعا أنا مش هدخل بيها بالتفاصيل، لكن هتكلم على أشهر الحاجات اللي بتواجهنا فيها. أولها مرض المغص، ومرض شهير بيواجه الخيل وممكن نتعرض له يوميا في المربط بتاعنا أو في أي مكان احنا بنواجه فيه الخيل. المغص لو هنتكلم عن الأسباب بتاعته بنقول إن هو مرض بيجي نتيجة إن الخيل بتكون حيوان ذو معدة حساسة، لازم إن احنا نقدم له أكل في مواعيد معينة بانتظام، بكميات معينة، ما نقدرش طبعا إن احنا نزيد أو نقلل فيها إلا بمراجعة الطبيب ومراجعة سياسة المربط القائمين على المكان. في نفس الوقت لازم إن احنا نحافظ على نظافة المياه، نحافظ على نظافة المكان، نتأكد إن الخيل أمعائها سليمة. لازم ندي اللي نكون بندي الجرعات اللي هي بتطهر معدة الخيل باستمرار من الديدان والحاجات اللي زي كده. زي ما قلنا الأسباب الرئيسية بتكون الأكل، بتكون إن الخيل يبذل مجهود كبير وياخد كميات من المية ما بتكونش في مواعيد مظبوطة، فالانتظام في المية والأكل هم أهم شيء بالنسبة لمغص الخيل. أي تغيير فيهم طبعا بيؤدي لوجود المشكلة أو إن الحيوان يبذل مجهود كبير. لو رحنا للناحية العلاجية اللي احنا نتكلم فيها عن الخيل، قبل الناحية العلاجية طبعا أحب أن أنا أذكر الأعراض اللي بتواجه الحصان أثناء المرض، أنه هو بيحفر بإيديه ورجليه، بينتابه نوبات من الألم، أن الحصان بيكون شوية نيرفس أو بيكون عنيف، ممكن أحيانا الحصان يتقلب على الأرض أو في المكان بتاعه، أو بيكون عنده ينظر لخاصرته من الخلف، يعني اللي هي الأعراض الباطنية اللي بتواجه الحصان بتكون بالشكل ده. طبعا لما نيجي نتكلم عن طرق طرق العلاج بتاعة المرض، لازم ان احنا طبعا زي ما قلنا ان احنا الاول بننظم الوجبات، بننظم الاكل، بننظم كميات المياه في مواعيدها، وفي نفس الوقت هنا لو المكان اللي بيه الخيل موجود فيه دكتور طبعا هو بيستعمل الطرق العلاجية بتاعته. لكن مبدئيا بالنسبة للسياس او الناس القائمين على الخيل، ممكن ان هم يحاولوا يدوا زي مسكنات خفيفة، طبعا يمنعوا اي اكل موجود من قدام الخيل بحيث ان احنا ما نزودش الضغط على الامعاء لان هي سبب المشكلة. في نفس الوقت بندي بعض المسكنات زي الفينادين او البسكوبان، ان احنا ننظر للحاجات الرئيسية زي كميات البول وكميات الروث اللي بتخرج من الحصان، بحيث دي علامات كلها بتحدد درجة الخطورة بتاعة المرض. بعد ما بندي المسكنات بنحاول ان احنا نتابع الحصان من مدة لمدة، نشوف هل الحصان بدأ يهدى ولا ان ما زالت الاعراض موجودة. اذا الاعراض موجودة في الحالة دي بيتم استدعاء الطبيب، بيجي بدوره طبعا بيحاول ان هو يشخص حالة الحصان، او ان هو بيدي ادوية معينة، بيعمل تنظيف للمعدة عن طريق الاستومك تيوب، بيحاول ان هو يخفف الضغط على الامعاء. يعني الطبيب بيلعب دوره بالادوية المناسبة اللي هو بيشوفها سليمة بناء على التشخيص السليم. لما نيجي نتكلم على طرق الوقاية، طرق الوقاية طبعا من أشهر أسباب بتكون الديدان بتكون موجودة في معدة الحيوانات،
بكميات كبيرة. فلازم طبعا من ضمن طرق الوقاية اللي احنا نتعاطى معاها في الحالة ديت، لازم ان احنا ندي جرعات الديداب بانتظام، نحافظ على معدة الخيل بانتظام من كل المشاكل او الاسباب اللي تعمل لها بلوك او اللي ممكن تسبب التواء او ان هي تسبب انغلاق لبعض اجزاء معينة من الامعاء. نحاول برضو ان احنا ندي بعض الادوية اللي بتساعد على تسكين الالم. يعني هنا الطبيب بيلعب الدور الاساسي في علاج المغص إذا كانت الحالة شوية في متأخرة أو في نهايتها.
طبعا في فترة الصيف يتم متابعة الخيل بشكل جدي، اللي هي طريقة التغذية لأجل المحافظة على أجسامهم، بطريقة تشغيل اللونش والووكر. نعمل على شكل معين في التغذية وفي تشغيل الووكر. طبعا عندك غير التغذية وغير الأشياء اللي تكلمت عنها، في عندك الولادة في الصيف يبي لها متابعة جدية. يعني عندك الولادة في الصيف شيء صعب، لازم احنا عندنا في مربط الجوهرة إذا كانت في أيام متبقية على الولادة نقوم في المتابعة مع الدكتور في متابعة الفرس نفسها لين حدوث ولادتها، ونكون يعني مهتمين في الموضوع هذا، لأن أنت عندك فترة صيف ممكن يأثر على أشياء كثيرة. وطبعا لما تتم الولادة فرحة ما تتصورها. نشكر صاحب السمو على الدعم المعنوي، ونشكر قناة الكويت على استضافتهم لمربط الجوهرة، وللأمانة شرفونا في مكانهم وفي مربطهم، مربط الجوهرة ومربط الكل طبعا. والله يعطيكم العافية، والله يوفق الجميع، والله يوفق المربين. ونتمنى المنافسة، ونتمنى الإنتاج الطيب لكل مربين الخيل. والله يوفق الجميع إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة المميزة لبرنامج المربط، وكذلك سعدنا كثيرا من هواة الخيول العربية الأصيلة والمرابطة الكثيرة أيضا في دولة الكويت لناصر سعيد، أيضا لجهوده الطيبة حقيقة مميزة التي شاهدنا واستمتعنا من هذه الأجواء للخيول العربية الأصيلة. نستودعكم الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.